حبايبي صباح الخير. عملت معاكم النهارده كعب الغزال، احلى كعب الغزال للفطار للعشاء زي ما انتوا تحبوا. حلو قوي بجد وهش جدا وبصوا تحفه وسهل قوي لاي حد ان هو يعمله. تمام، تعالوا بقى جربوه معايا كده وايه رايكم في الكومنتات. بس ما شاء الله الكميه دي كلها من نص كيلو. تعالوا بقى نشوف احنا عملناه ازاي مع بعض. بصوا هنا بقى يا حبايبي هنعمل كعب الغزال زي بتاع الفران بالظبط، بجد حلو قوي وسهل جدا لاي حد يعمله من غير خمر خالص. بصوا دلوقتي كده هنعمل هنا هحتاج 4 كوبايات دقيق، يعني تقريبا كده نص كيلو دقيق. خلاص، زي ما عودتكم ان احنا ما نمنعش الدقيق خالص من بيتنا يا جماعه، بينفع والله في اي وقت بتقومي تعملي اللي انت عايزه تعمليه. هنا بقى كنت حطيت نص كوبايه، نص معلقه ملح، حطيت معلقتين سكر، حطيت معلقتين خميره، حطيت معلقتين بيكنج باودر. تمام، حطيت نص كوبايه سمسم. خلاص، حطيت نص كوبايه زيت، حطيت نص كوبايه سمنه او زبده. خلاص، يبقى يعتبر 4 كوبايات دقيق، عليهم ربع معلقه ملح، عليهم معلقتين سكر، عليهم معلقتين خميره، عليهم معلقتين بيكنج باودر، طبعا معلقه صغيره. طبعا هو محطوط له خميره بس انا ما بسيبتهوش ان هو يقعد يخمر وكده وياخد وقت معاكم، لا. نص كوبايه سمنه، نص كوبايه زيت. خلاص كده، وبدات ان انا اعجن الدقيق زي ما انتم شايفين كده، مفيش احط اي حاجه تاني غير هي كوبايه لبن. هبدا بقى ايه، انت تبسي الدقيق كويس جدا بالزيت وبالسمنه وبالحاجه اللي احنا حطيناها الاول، تبسيه كويس. وبعد كده بقى كوبايه اللبن هنلم العجينه، ماشي، مش هنعجن كتير، هنلم بس العجينه بكوبايه اللبن. خدت كوبايه اللبن كلها معايا. بصوا يا جماعه مقاديرها سهله خالص وبسيطه والله وتحفه، هتعجبكم قوي، احلى من بتاعه الفران 100 مره. بجد بجد حاجه كده جميله جدا. تبصوا العجينه ما شاء الله عامله زي الملبن. طبعا العجينه كده خلاص كنت سبتها بقى على جنب كده تريح شويه. وهنا معايا نص كيلو من العجوه، معايا نص كيلو كده من العجوه. طبعا نص كيلو العجوه دون هجيب بقى احط له معلقه قرفه صغيره. خلاص، هحط له برضو بتاع مكعب زبده كده. وهبدا بقى ان انا ايه اعجن العجوه بالزبده بمعلقه رشه القرفه دي، بتدي طعم رهيب 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 بجد للمعجنات اللي انت هتحشيها. بعد كده بقى بصوا الخطوه دي اهم حاجه، انا جبت هنا معايا قطعه من العجوه، يعتبر نص العجوه اللي معايا. وبدات كده جبت كيس تلاجة فتحته، بدات كده افرد العجوه في قلب الكيس. بدات كده افرد العجوه في قلب الكيس زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى بالنشابه اعملها كده كويس لحد بصوا ما تتفرد معايا كده خالص، واركنها على جنب. وبعد كده هعمل نفس الموضوع ده في العجينه. هجيب برضو الكيس تاني وافتحه، كيس تلاجة بقى، الكاس اللي هي الكبيره بتاعت التلاجة دي، وبرضو هفتحه كده زي ما انتم شايفين. وبرضو هنجيب بقى المره دي هنا حته العجينه. خلاص، وهقفل برضو بالكيس كده زي ما انتم شايفين. الطريقه دي سهله جدا لاي حد يعملها. وبرضو بالنشابه كده، وهبدا ايه افرد لحد ما ارققها كده. بصوا الموضوع ده مش هيخلي الموضوع يعني يطول معاك ولا ياخد وقت، على طول كده في السريع زي ما انا وعدتكم. بجيب لكم حاجات سهله وبسيطه على طول، ما تاخدش مننا وقت اعملها، وطبعا تبقى سهله على كل البنانيت اللي بتبقى لسه مبتدئه في المطبخ، بتبقى كسلانه ان هي تعمل اي حاجه. لا فكري بجد والله، وموفره قوي ليكي. يعني انا من نص كيلو دي عملت كميه حلوه قوي بجد للفطار. لو كل مثلا 3 4 ايام تقومي تعملي مثلا حاجه كده جديده، احسن ما نشتري من بره. دلوقتي الكيلو بقى معدي 45 جنيه في الفروم يا جماعه. فاحنا بقى على قد ما نقدر نحاول ان احنا نوفر، وبرضك حاجه بتبقى من بيت مضمونه. بعد كده بصوا جبت العجوه زي ما انتم شايفين كده، هبدا بقى ايه احطها في العجينه واسوي بقى العجينه بالسكينه. خلاص، سويها من الجنب ده ومن الجنب ده كده اهو. بعد كده حطيت العجوه كده في النص، حابه بقى تحشي ملبن بنفس الطريقه زي ما انت حابه، بس انا حبيت اعملها لكم زي بتاعه الفرن بالظبط. طبعا انتوا عارفين ان انا من النوع اللي بعشق المعجنات، مش بعشقها كمان اكل، لا انا بعشق اعمال المعجنات بجد في البيت. بصوا هنا بقى كنت مسكتها كده لفتها زي رول، ماشي، وبقطع طبعا الزيادات دي كلها اللي مفيهاش حاجه وبقطعها. طبعا هنركنها على جنب. بص تقفله كويس جدا كده. بقت رول اهي. نبدا بقى نمسك من هنا كده نقطع، حاول قد ما تقدري تقطعيها رفيعه رفيعه، بتبقى سهله قوي وخفيفه في اكلها بجد. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده بقى ان انتي تقطعيها. بصوا ما شاء الله زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، نفس الشكل. قطعتها كده زي ما انتم شايفينها اهو.
وبعد كده بقى هجيب صينيه وابدا بقى ايه ارص بقى كده في الصينيه. نرص بقى كل اللي نعمله كده في الصينيه على قد ما نقدر. اقطع، عارفه ان مقطعهاش كبيره قوي، هي مش هتفرش ولا اي حاجه في الفرن، انتوا هتشوفوها والله، ولا فرشت ولا اي حاجه. بصوا طلعت بنفس الشكل اللي انا عاملاه كده بالظبط. هنا برضو كنت بعمل تاني عجوه اهي زي ما وريتكم. طبعا عايزين بقى تسوي العجوه كده زي ما انتوا يعني، واحده واحده كده، والله حلوه قوي، مش تاخد معاكم وقت اصلا في عمايلها. او سلي نفسك لو يوم مثلا عندك غدا بايت مثلا، تاني يوم مثلا قاعده فاضيه، اعملي بقى يعني ايه، حاولي توفري لنفسك وقت كده، مثلا الصبح بدري، العيال بعد ما تنزل. عشان كده بقولك لازم تبقي مخليه على طول في شقتك الدقيق والبيكنج باودر والخميره. كل ما تنزلي زي ما انا قلتلك قبل كده، تجيبي مثلا كيس خميره وتركنيه من مصروف في معاكي 2 جنيه 3 جنيه، هاتي كيس خميره، هاتي كيس بيكنج باودر، هاتي ربع كيلو دقيق، ربع هتلاقي نفسك عملتي مره مع مره كده. خلاص. زي المثل فعلا اللي بيقولوه، البيت من غير دقيق حلو بيضيق. انا ما بحبش اسيب بيتي من غير دقيق ابدا. ممكن تهفني في اي وقت يعني. انا يمكن كنت قايمه عامله كعب الغزال دون بالليل، والله كانت الساعه 10 عقبال ما خلصت، ما يعني ما خدتش وقت، على 11 كده الا كنت مخلصه. ويمكن كمان قعدت كده اعمل بقى مع نفسي كده في هدوء. فانا بقولك ممكن تعملي الموضوع ده بعد ما العيال يروح المدرسه، او بالليل لو انت سهرانه مثلا في قلق ولا حاجه وهتقعدي مش لاقي حاجه تعمليها، هتعملي بقى كده. هنا لو كنت حابه مثلا تعملي الموضوع مثلا هنا صوابع، بص ما شاء الله كان ملالي يعني صينيه حلوه كده كبيره. هنا بصي بقى، لو انت حابه تعملي صوابع ممكن بقى تعملي كده، تجيبي مثلا العجوه بالطريقه دي تعمليها صوابع كده. بس طبعا مش هنلف الرول كله، لا هنلف لفه صغيره كده عشان متبقاش تخينه قوي، ونقطع على العجينه. تبداي بقى تقطعي كده زي ما انت شايفه عشان تبقى رفنطوعه كده شويه. بصوا كانت حلوه قوي. بدات برضو ان انا ايه ارص بقى في الصينيه بتاعتي. اهو تعملي طبعا بالكيس كده عشان ما تضايقكيش في اول لفه. خلاص. دي كانت اخر حته معايا بس طبعا مش هرميها، كانت اخر حته عملتها زي ما انتم شايفين كده. كنت خلاص كده العجينه خلصت معايا. بصوا والله كانت خفيفه جدا وخلصتها على طول بكل سهوله. شوفوا كانت قلبه ريحه الشقه بجد ازاي بالليل، الريحه كانت فظيعه. كانت قلبه ريحه الشقه. المعجنات بتدي ريحه خير، ريحه خير كده، وجميله قوي بجد في الشقه طول الشتاء بقى. لو انت حابه تعملي الحاجات دي على طول الشتاء. هنا بقى كان معايا بيضه ربيتها كده، ومعايا طبق فيه سمسم. هحط على البيضه بقى كيس فانيليا عشان الزفاره. خلاص. وبعد كده بقى هجيب الصينيه كده. بصوا هبدا بقى ان انا ايه ادهن الوش كده زي ما انتم شايفين. دهنته كده الوش بالبيض. وبعد كده بقى هبدا احط ايه شويه من السمسم على الوش. طبعا بقى حابه تحطي سمسم، تحب حبه البركه زي ما انت حابه، كل واحد بالحاجه اللي بيحبها بيعملها. بصوا ما شاء الله كنت خلصتها ادخلها بقى الفرن. طبعا في السوا بتاعها ما بتاخدش وقت وجميله جدا. تولع ممكن تستوي تولع عليها من الفرن من تحت، هتاخد معاكم مثلا لحد ما تستوي من فوق وتحت. بصوا ما شاء الله كانت طالعه عامله ازاي، والله العظيم كانت جميله جدا. كانت حاجه بجد تحفه، وكانت خفيفه قوي في اكلها. هجربوها بجد هتعجبكم قوي. احلى كعب غزال وطعمها ناعمه كده ودايبه وجميله، مع قناه ام حنين عمرو. ويلا بينا. سلام عليكم.